من طنطا هنا دمشق، ده اللوجو اللي مكتوب على ميدان الشام. من طنطا هنا دمشق. اكلت قبل كده اكل كان جميل قوي. نقول بسم الله. دي التوميه مكتوبه كده ايه، معموله في كيسه كده مكتوب عليها اللوجو بتاعهم والاسم. احنا ما يهمناش يا باشا الكلام ده كله، احنا يهمنا الطعم. لما اجي اقارنك بحاجه هبقى اقارن الايه الجوده اللي انت عاملها، بس اهم حاجه عندي الطعم. بص انا بعترف بالشاورما ازاي، لما نقوم جاي اعملها كده تقوم جاي واخدها كده من النص، لان ايه في معظم المطاعم من فوق ومن تحت بيبقى مفيش لحمه اصلا. نقول بسم الله. بصراحه التست بتاع اللحمه حلو قوي وعجبني، وفي شده كده بسيطه. واحلى حاجه مع التوميه، ما التوميه مديها طعم تاني. واحلى حاجه بقى في السندوتش ان مفيش بصل، والخضروات فيه بس يعني مش كتير قوي، ومش حاجه اللي هو ايه مزودينها عن حد. نشوف كده الفراخ بسم الله. ده اللي هو الكبير سعره 60 جنيه هنا او هنا. انا بقى بحشق الفراخ بقى، بحب انا ايه الفراخ اول. اقول بسم الله. الفراخ بقى عجبتني بصراحه ربنا عن اللحمه. لو هقيم ادي اللحمه مثلا 8 من 10 وادي الفراخ 9. كلام كده ويعني كلام حلو وكشكل وكاكاو يعني ايه، والاكياس الجميله ديت. وبصراحه ربنا المطعم هناك منظم جامد قوي، عجبني هناك التنظيم وكل حد بيعمل حاجه كده يعني. بصراحه تجربه جميله من ميدان الشام، والفراخ احسن حاجه. مع السلامه.